الكلمة الموالية لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. شكرا السيد الرئيس. سيدي الوزير، عندي مجموعة من الأسئلة. ما معنى الانفصال سيد الوزير؟ ما معنى الخيانة سيدي الوزير؟ ما الذي له مصلحة في أن يفرق الشعب المغربي إلى قسمين أو 3 أقسام؟ ما له المصلحة فيما يجري الآن في المغرب من حركات احتجاجية؟ هل الانفصال سيد الوزير هو أن يخرج شباب مغربي ليطالب بمطالب مشروعة تقولون سياسية؟ نعم سيدي، هي مطالب سياسية لأنها ضد السياسات المعتمدة من طرف الحكومات في مجموعة من الميادين، منها التشغيل والتربية والتعليم، ومنها كذلك من فك العزلة عن مجموعة من المناطق. الحراك ليس فقط في إقليم الحسيمة، الحراك هو مغربي الآن. لم يتعرض شباب الحسيمة فقط للعنف، تعرض له الشباب في الرباط، تعرض له الشباب في الدار البيضاء، تعرض له المواطنون والنقابيون في تونات وخريبكا. سيدي الوزير، ماذا يجري في المغرب؟ سيدي الوزير، لقد نحن ككونفدرالية ديمقراطية للشغل لعبنا دورا كبيرا من أجل يكون هناك إنصاف ومصالحة بين المغرب وكل المغاربة، وكان عنوانه لكي لا يتكرر هذا، لكي لا يتكرر القمع، لكي لا تتكرر المقاربة الأمنية، لكي تكون دولة الحق والقانون، لكي نضمن المحاكمة العادلة لكل من اقترف إجراما. سيدي، هؤلاء الشباب هم شبابنا، تربوا في المدرسة المغربية، ما جبناهمش من كولومبيا، هم أولاد المغرب كلهم. هناك شيء لا نستريح إليه، كاين شي حاجة ماشي هي هذيك، خصنا نعرفوها. سيد الوزير، الشباب صرح كل محامين، الشباب المعتقلين صرحوا المحامين ديالهم أنهم عنفوا. دابا الآن خصكم تجاوبونا، واش هاد الشباب فعلا عنف في الوقت اللي حنا كنرفعوا شعار دولة الحق والقانون؟ سيدي الوزير، ماذا جرى باش تولي مسيرة في أوروبا ضد المغرب اللي دار واحد المجموعة ديال الأشياء اللي في الحقيقة كان يشهد لها العالم، وما كانت الملتقيات الدولية في الأمم المتحدة ولا في إفريقيا ولا كوب 22 إلا لتقول أن المغرب بدأ يخطو خطوة دولة الحق والقانون. سيدي الوزير، أنا أقول وفريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقول: ما الذي يجري حقيقة في المغرب؟ لماذا تنعتون الشباب بأنه لا يحب بلده ولا يحب ملكه؟ لا، شي حاجة كاينة، ونطلب من هذا المنبر نحن ككونفدرالية ديمقراطية للشغل إطلاق سراح المعتقلين. هادو ولاد معروفين ديورهم وعارفين فين كنتم. شكرا السيدة المستشارة. اسمح لي السيد الرئيس، لأننا تحرص لنا. السيدة المستشارة، كاين الوقت. الحوار والإنصاف لأبناء الشعب المغربي هو مسؤوليتنا جميعا، شكرا السيدة المستشارة كحكومة. شكرا.